الثقب الأسود اللي في انترستيلر طلع غلط، مع إني قلت في حلقة من الحلقات إن فيلم انترستيلر كان دقيق جدا لأنهم اعتمدوا على نظريات ومعادلات أينشتاين. حتى الثقب الأسود كان دقيق بنسبة 100% لحد ما ظهرت الصورة دي. الصورة دي طلعت في ابريل 2019 واللي كانت انجاز تاريخي لمؤسسة اسمها The Event Horizon. المؤسسة دي استخدمت تلسكوبات ضخمة متوزعة حوالين العالم كله في تصوير الصورة دي، وزي ما انت شايف الصورة دي فيها ثقب اسود حواليه غاز ما مشتعل منور جدا. وخليني اقول لك يا ماو ان دي مش صوره عملها الذكاء الاصطناعي او صوره معموله بالفوتوشوب، هي بتوع ان الفضاء كله فوتوشوب. لا، الصوره دي حقيقيه، وهي اول صوره نصورها لثقب اسود حقيقي في تاريخ البشريه. انا وانت من المحظوظين اللي حضروا الانجاز ده، اللي بعد سنين هيقولوا ياه ده في سنة 2019 صورنا أول صورة لثقب أسود في تاريخ البشرية، وأنت كنت قاعد في الحمام ساعتها ولا دريان بحاجة. ليه بقى الإنجاز ده قضى على كل مشاهد الثقب الأسود اللي كانت موجودة في فيلم انترستيلر؟ لأنك لما تحط الصورتين جنب بعض بالشكل ده، اكيد مش محتاج اقول لك ان هما مختلفين، في اختلاف واحد في الصورتين. عارفين في مشهد كده في فيلم محامي خلع، حسن حسني قال لهاني رمزي ابنه بدر فين شنبك يا بدر؟ لما هنرجع للصورتين هنلاقي انه في مشاهد الثقب الاسود اللي في انترستيلر هنلاقي ان شنب، قصدي الحته دي اللي في الثقب الاسود اللي في مشاهد انترستيلر مش موجوده في الصوره الحقيقيه. قال لا، طب ما صح، فين شنبك يا ثقب؟ بكام شنبك يا ثقب وانا اشتريك؟ لو انت وصلت للجزء ده في الفيديو وعارف فين شنب الثقب قول لي في الكومنتات انك كنت عارفها قبل ما انا اقول فين الشنب. ايه ده؟ معنى كده فيلم انترستيلر غلط والمشاهد دي غلط وبقالنا 11 سنه مضحوك علينا وكريستوفر نولان والعالم اللي جابه ما بيفهموش حاجه؟ معنى كده ان اينشتاين نفسه غلط لان هم عاملين محاكاه للثقب الاسود بمعادلاته ونظرياته؟ افورت صح؟ لا، الفيلم مش غلط، دي خدعه بصريه. لا مش بصريه، منظوريه. لا برضه. بقول لكم ايه، تعالى افهمكم بالطريقه دي. تعالى ايها المول الجميل اقول لك ان كيب ثورن شرح ايه المشكله، ليه ده مش زي ده. بص معايا، ده الثقب الاسود اللي في انترستيلر اللي عنده شنب، اللي نتكلم علمي بقى اسمه الاكريشن ديسك، بس هنسميه الشنب دلوقتي الكاميرا بتصور من الزاويه دي صح؟ وعلشان حضرتك ما تعرفش حاجه عن الثقب الاسود علشان ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت، فتعال اقول لك انه اتقل حاجه موجوده في الكون، وان من كتر تقله بيعمل تانية في الفضاء. مش تانية دي حاجه تانية، قصدي انه بيتني الفضاء، بيعمل حاجه في الفضاء اسمها سبيس واربينج حواليه، فاي ضوء بيعدي من جنبه بالتالي بيتنيه من كتر تقل جاذبيته فبيغير اتجاهه. نرجع تاني، دلوقتي في نور هنا وهنا، وزي ما قلت لك ان هو بيتنيهم، فلما تحط الكاميرا هنا هتشوف الجزء ده من هنا ومن هنا، وكده كده انت شايف الشنب، فبيطلع شكل الثقب الاسود بالشكل ده زي في الفيلم. طب استنى، الاختلاف ده ليه؟ دي بقى عايزه منك شويه تخيل، ولا اقول لك هقربها لك. هنجيب كوكب زحل ونحط الكاميرا في نفس الزاويه اللي حطيناها عند الثقب الاسود، هتشوف ايه؟ هتشوف دايره وقصادها شنبها زي الثقب الاسود، بس بقى لو حطينا الكاميرا في اتجاه القطب الشمالي لكوكب زحل او القطب الجنوبي، يعني هنا او هنا، هتشوف ايه؟ هتشوف الشكل ده. طب ليه بقى ما نعملش ده مع الثقب الاسود بتاعنا اللي ظهر في انترستيلر ونحط الكاميرا هنا او هنا؟ هنشوف ايه؟ بص كده، هوب 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 هوب. طب ما تيجي نحط عليه الشكل اللي في الصورة الحقيقية ونعمل كده شوية فيد، هوب 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 هوب. هو عرفت ليه بقول لك ان الموضوع كله في منظورك للحاجات؟ ويظل انترستيلر الفيلم اللي حقق المعجزة قبل حدوثها، اللي ادانا شكل جسم سماوي ما نعرفش عنه اي حاجة غير شوية ارقام وكلام واحد مننا. هو اذكى بس شويتين، لا 3 10، انتوا فاهمين يعني. وعمرنا ما صورناه ولا نعرف حتى شكله، ولما صورناه
طلع شكله الحقيقي كان عندنا من 6 سنين قبل ظهوره، بس انا لسه ما خلصتش. السنه دي يكون عدى على فيلم انترستيلر 10 سنين، لانك اكيد عارف ان هو نزل في سنه 2014، ولو انت بتتفرج على الحلقه دي في سنين قدام فاحنا دلوقتي في 2024. حاسس ان ده حاجه بديهيه قوي. جات لي اسئله كتير قبل كده عن فيلم انترستيلر وجاوبت عليها في حلقه من الحلقات، هبقى احط لكم لينكها هنا لو افتكرت. بس كان في سؤال واحد بيتكرر كتير وللاسف ما وضحتوش قوي في حلقه اسئله الجماهير عن فيلم انترستيلر، والسؤال كان ازاي كوبر لما رجع لبنته لقاها اكبر منه بسنين كتير قوي، مع انه في المشهد اللي قبل كده كانوا هما لسه في نفس السن. فتعالوا اقول لكم ان اجابه السؤال ده في الثقب الاسود اللي دخلوا كوبر. بس ايه يا ترى اللي حصل؟ فانتهزت فرصه الحلقه دي وقلت ان بالمره ارد عليكم، لان برضو اجابه السؤال ده في الثقب الاسود اللي بعمل عنه الحلقه. بص يا مان، احنا اتفقنا ان الثقب الاسود هو اتقل حاجه موجوده في الكون، صح؟ بس تعالى ندخل جواه، بعد الشر يعني. هنلاقي ايه؟ برافو عليك، كانك دخلت بير. طب هتشوف ايه؟ هتشوف الجنه ان شاء الله، لانك ساعتها هتكون مكرونه. بس هنتخيل انك ما متش وانك لسه عايش، هتشوف ايه؟ ولا حاجه، لانه ثقب اسود كله سواد في سواد، او على الاقل ده اللي في اعتقادنا، لاننا مش عارفين جواه ايه، او حتى مش عارفين نشوف جواه ايه. بس تعالى انور لك النور واقول لك انه تقريبا متكون من جزئين: الهورايزن الافق بتاعه اللي من بعده احنا ما نعرفش فيه ايه او مش عارفين نشوف اصلا جواه ايه، واخر حته فيه اسمها سينجولاريتي، تفرديه. والاسم ده اسم على مسمى، هو مش اسم علمي ولا حاجه. العلماء سموا المكان ده بالتفرديه لانهم مش عارفين هو ايه المكان ده، ولا بيحصل ايه جواه، ولا نعرف اي حاجه عنه. مكان متفرد كده مميز، الجوهره بتاعت اللؤلؤه. فالمهم كل ما تغوص في الثقب الاسود الوقت بيمشي ابطأ بالنسبه للناس اللي بره الثقب الاسود. لو انت شايفهم يعني، لو كان في حد مستني كوبر بره الثقب الاسود كان زمان وعجز ومات، وكوبر لسه جوه في سنه العادي. كل الحاجات دي نسبيه ماشي، عشان محدش يقول لي ده بيحصل ولا لا. كوبر بقى دخل ووصل للمكان ده ولقى التسرك، المكعب رباعي الابعاد اللي شرحته باستفاضه في الحلقه اللي هتلاقيها هنا، انا مش هشرحه تاني فدوس هنا. المهم قعد حبه حلوين يحاول يوصل الرساله لبنته ميرف. فبيحصل الوقت بيمشي ابطأ ليه بس بالنسبه للناس اللي بره الثقب الاسود، واصلا الوقت بيمشي ابطأ بالنسبه للناس اللي عند الثقب الاسود بالنسبة للناس اللي على الأرض، عشان طبعا جسم بالجاذبية المهولة دي بناء على كلام أينشتاين فالوقت بيمشي عندها أبطأ. فلما كوبر طلع منه طبيعي يبقى سنه 100 وحاجه، وهي تبقى مش فاكر كان عندها كام سنه، 90 تقريبا. المهم لما رجع لقاها اكبر منه بكتير في المشهد اللي بعيط فيه كل ما بشوفه. بصراحه اعتقد كده ان جاوبت على السؤال ده وبكل وضوح. بس اقول لك على حاجه، طبعا الفيلم ده كله او النسبه الاكبر منه خيال علمي، هو مبني على نظريات اينشتاين فعلا. ما اعتقدش بقى لو كل الاحداث مشيت معاك زي السكينه في الحلاوه، وطبعا عشان المخرج عايز كده. عرفتوا ليه بقى بعشق الفيلم ده؟ وانت كمان لو بتحب الفيلم ده او لا، استنوا حلقه البودكاست الاول اللي بجهز لها الفيلم انترستيلر، قربت قوي. عشان كده بقول لك اعمل اشتراك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك الحلقات الجديده اول باول، واعمل لايك وشير لاصحابك خليهم هم كمان يستفادوا، واعمل لي فولو على فيسبوك وانستجرام والتيك توك عشان هعلن عنها قبلها بحب. واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي اسئله تاني عشان نناقشها في الحلقه دي. وبكده خلص الكلام.